معايا من طبيبة بيطرية. تعرف ان احنا ممكن نستخدم الفيروس في علاج مرض زي السرطان؟ طب ازاي؟ العلماء بالفعل بدأوا يطبقوا الفكرة ديت في الفترة الأخيرة، إنهم جابوا فيروس الهربس وعدلوه وراثيا وبقى اسمه الإنكولوتيك فيروس. ومعنى كلمة إنكولوتيك إن هو فيروس بيستخدم في تحليل الخلايا السرطانية ويدمرها. الفيروس ده كان من إنتاج شركة أميجين للتكنولوجيا الحيوية، والعلاج تمت الموافقة عليه سنة 2015. تكلفة العلاج للفرد الواحد حوالي 65,000 دولار. الفيروس بطبيعته بيبدأ يدخل على الخلية ويبدأ يستعبدها ويتكاثر جواها، وبعد كده يطلع منها ويدمرها. فالعلماء قرروا ان احنا نجيب فيروس الهربس اللي هو المعدل وراثيا للإنكولوتيك فيروس ونبدأ نحقنه في سرطان الجلد، وكده نقدر ناخد ميزتين. أول ميزة إن وجود كمية كبيرة من الفيروسات في مكان واحد ده بيحفز لي الخلايا المناعية إنها تروح للمكان ده وتبدأ تهجم عليه وتدمره إذا كان الفيروس أو الخلايا السرطانية. الميزة التانية إن وجود الفيروسات بكميات كبيرة في مكان محدد ده بيساعد الفيروسات إنها تتكاثر جوه الخلايا دي وتبدأ تطلع منها وتعدي الخلية اللي جنبها وتفجر الخلايا اللي هي كانت فيها. لحظة، هو الفيروس مش ممكن يأثر على الخلايا السليمة؟ ما هي دي اللعبة. احنا بنغير في جينات معينة من الفيروس. عندنا جين مهم جدا في الفيروس مسؤول عن إنتاج بروتين مهم جدا اسمه infected cell protein 34.5. من الآخر كده أما بلعب في الجين ده الفيروس بيستهدف الخلايا السرطانية بس وبيكبر دماغه خالص من الخلايا السليمة. طيب هي الطريقة دي ملهاش أي آثار جانبية؟ ومين أكتر ناس تقدر تستفيد بالطريقة دي؟ طبعا ليها آثار جانبية بس نقدر نتحكم فيها، يعني شوية قلق وتوتر، ارتفاع في عدد ضربات القلب، وارتفاع في ضغط الدم. وطبعا أكتر ناس مستفيدة من الطريقة دي الناس اللي مش مستحملة العلاجات بالطرق التانية، زي مثلا العلاج الكيماوي. ده انت عيل قليل الادب والادب مش هينفع معاك. انت ايه؟ طيب ازاي بقى بنحسب الجرعة؟ بنحسب الجرعة بوحدة البي اف يو بير ملي بليك فورمينج يونت، ودي معناها ان عندك كام مليون فيروس في الملي الواحد. وعندنا جرعتين، جرعة بسيطة 10 أس 6 بي اف يو بير ملي، وجرعة كبيرة 10 أس 8 بي اف يو بير ملي. طيب طريقة العلاج ازاي؟ بنحقن 4 مللي من الجرعة البسيطة، وبعدها ب3 أسابيع بنحقن 4 مللي من الجرعة الكبيرة، وبنكرر الجرعة دي حوالي أسبوعين، وفي أغلب الحالات ما بيكملش 6 شهور إلا والورم بيكون انتهى تماما. تفتكروا الفيروسات ممكن تودينا فين لحد كده؟